بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع حلقتنا أمر شوية ما كيتطرقش ليه بنادم بزاف إلا القليل، هو كيف تأتي الأفكار إما خير وإما شر الإنسان، كيف تجلب إليه. والسؤال المطروح: هل تخرج منه أم تأتيه؟ واش الأفكار أي حاجة، لا من العلم لا من الأمور، واش كتخرج من عنده أو لا كتجيه كيصنعها هو ولا كتجيه؟ بالطبع أن الأنبياء عصموا العلوم اللي علم الله لآدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إن هذه الأسماء كلها اللي تعلمها آدم المخلوق، اللي قال الأسماء كلها، كل ما هو موجود على البسيط على وجه الأرض وفي هذا الجو علمه الله آدم عليه السلام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا العلم علم الله لآدم، ما نتناقشوش عليه. إذن بعد آدم عليه السلام جاءوا الأنبياء، إذن جاءوا ولاد آدم وصوبوا شي حاجة دون الأنبياء. الناس اللي ماشي أنبياء واش هاد العلوم كتجيهم ولا لا؟ وبقات الآثار من آدم عليه السلام حتى بعد 1000 عام، لأن احنا كنتكلموا عن من آدم عليه السلام، ملي مات عاش 1000 عام ومات آدم عليه السلام. بعد 1000 عام، قبل 1000 عام جاء ولده الخامس هو نبي وهو إدريس، لأن آدم عليه السلام نبي، وجاء ولده هابيل نبي اللي قتلوا قابيل اللي ماشي نبي، وجاء ولد آدم الآخر وهو شيث ابن آدم وهو نبي، هو اللي استر الكعبة ب4 جدران. يعني أوحى الله إليه أن يستر الكعبة اللي هي كانت الفوق، هي ياقوتة مجوفة كانت نزلت من السماء، فاسترها شيث. معروف أن هذا السيف اللي استرها شيث عليه السلام هو وحي من الله، ما نتكلموش عليه، وحي حقيقة ماشي وحي إلهام. من بعد شيث دازت المدة ما بين حتى شي نبي، 1000 عام من آدم، هذه الفترة ديال من آدم حتى لنوح 1000 عام، بان فيها نبي واحد هو شيث، وهابيل معروف والشيث. إذن هذو جوج الأنبياء اللي كانوا بين نوح عليه السلام وآدم، كانوا هابيل والشيث. وعاد غادي يجي النبي الآخر هو إدريس رقم 3. إذن 3 الأنبياء اللي كانوا في هذيك 1000 عام اللي ما بين آدم وبين نوح عليه السلام. إذن هذه 1000 عام بان فيها النبي المهندس وهو إدريس، اللي بنى 300 مدينة، وكان رجل يعني يتحرك بوحي الله لأنه نبي، وكان خياط. يعني أول إنسان ابتكر وصل الخياطة. الناس ما كانوش كيعرفوا خياطة الثوب، كانوا كيلبسوا الجلود كما يعرف عن الإنسان القديم، لكن ملي جاء إدريس بدا كيفصل وكيخيط على الناس، ولذلك هو اسمه أخنوخ. إذن هذه أمور كلها كانت تأتي عن طريق الوحي، ما نتكلموش عليها. بعد إدريس بان فترة بان نوح، ويعتبر إدريس هو من الأجداد ديال نوح. يعني من كنقولوا نوح عليه السلام بني لامك بني متشلخ بني أخنوخ، يعني إدريس كيتسمى الجد الرابع. يعني نوح عليه السلام بني لامك بني متوشلخ بني أخنوخ وهو إدريس. إذن يعتبر إدريس بالنسبة لنوح بوات جده، الأب ديال جد نوح. يعني إدريس بوات جد نوح عليه السلام، لأن بيناتهم جوج ديال الأصول ديال الآباء. إدريس كان رجل مخترع بأمر الله تعالى، ورث من آدم هذوك الأسماء كلها اللي تكلمنا عليها، هي اللي ورثها آدم، هو العمران. فكان أول من بدأ يشيد العمران، وأول مهندس نبي مهندس هو إدريس النبي، وهو اسمه أخنوخ. أما إدريس هو اسم المهنة. من بعد إدريس ظهر نوح عليه السلام بعد هذه الفترة اللي قلنا. إذا كتكون المدة بين آدم فنوح عليه السلام كان نجار في الصغر ديالو، كان كيتعلم النجارة، وكان معروف من أول نجار على وجه الأرض. فلذلك الله تبارك وتعالى من اللي أمره وبرك مع القوم ديالو 1000 عام، ما داروا 1000 سنة ما استجبوش ليه، أمره الله أن يصنع الفلك. هي بدأت الصناعة هنا.
إذن هذه الصناعة اللي صوب نوح أوحاها الله إليه لقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هو اللي صوب نوح عليه السلام النجار، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. غادي نجيو للخلق هنا. علاش قال كلمة خلق؟ وهي كتصنع صناعة من عند النجار، من عند الحرفي. أما صناعة السفينة ديال نوح كانت بوحي من الله، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الكلام وقال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إذن هذيك الصناعة ديال نوح عليه السلام اللي كيصنع الفلك، إذن هو كان أصلا عنده خلفية ديال النجارة، نجار، ما كانش غيرهم. والأنبياء كلهم كان عندهم حرف وتعلموا منهم الناس، لكن الأفكار كتجي. الأنبياء يوحى إليهم، لكن غير الأنبياء كيخلق الله الأفكار عندهم. إذن بعد نوح ولاو الناس من تما تعلموا الناس يصنعوا السفن، لأن كيتسمى لأن التاريخ البشرية باش بدات كتفكر دير شي حاجة بعد الطوفان ماشي قبل الطوفان. لأن حتى أن المؤرخين اللي كيتكلموا في التاريخ كيقول لك العاشوريون والباكستان والمصريين القدامى وحضارات اسمه اللي كانوا في جهة أخرى في أمريكا اللاتينية، هذو كلهم ما ظهروا إلا بعد الطوفان. أول حضارة ظهرت بعد يعني ببلاد الرافدين دجلة والفرات كانت قبل الميلاد بالألف الثامنة قبل الميلاد، يعني كنتكلموا احنا على 10,000 عام إلا بغينا نقولوا. ومن كنقولوا 10,000 عام كيعطينا التاريخ ديال أن من قبل الميلاد إلى 10,000 عام كنزيدوا عليها 3000 كتولي 13,000 بالترتيب. ملي كنتكلموا على آدم عاش 1000 عام، وبعد 1000 عام جا نوح وعاش نوح 1000، إذا كيولي المدة من آدم حتى لنوح 3000 بالحياة ديال آدم. هاد 3000 عند المؤرخين بالدقة أن بعد الطوفان الحضارات اللي بانت بعد الطوفان مباشرة كانت في الألف الثامنة قبل الميلاد. احنا اليوم كنتكلموا على 2000 اليوم و25 وكنضيفوا عليها 8000 اللي بعد الطوفان هي 10 وكتزيد عليها 3000 هي 13,000 عام اللي هو وجود آدم على وجه الأرض بالدقة مرتبة ما تحتاج لشي حاجة. أما ملي كنتكلموا على شي مخلوقات أخرى اللي كانت في الأرض، إذن هذيك ماشي من بني آدم، ماشي ولاد آدم، هذيك مخلوق أن آدم أول بشر وماشي أول مخلوق. المخلوقات كانت كتعيش في الأرض، وحتى أن آدم اللي نزل الأرض لقى مخلوقات وعلموا الله كيفاش يصيد، لهموا الله كيفاش يصيدها وكيفاش يحصد كيفاش كذا. هذه الأسماء كلها كانت عنده، ما نتكلموش عن النبي، لكن خلينا نتكلموا على المخلوقات الأخرين. من بعد هذا الشيء الأنبياء كانوا كيرسموا غير الخطوط العريضة للناس، ولكن الناس كتجيهم أفكار. إذن ملي كنتكلموا على الأفكار ديال الاختراع والصناعة، سيدي ربي دارها بالتدرج على الإنسان. علاش ما كانش الطائرة هذا الشيء اللي كنعيشوا فيه اليوم؟ علاش ما كانش قبل 2000 عام؟ علاش ما كان قبل 3000؟ علاش ما كانش قبل 1000 عام غير هنا؟ علاش قبل 500 عام ما كانش هذه التكنولوجيا اللي احنا فيها اليوم؟ سيدي ربي خلق المخلوقات وفطرهم على التدرج، جبلهم على التدرج، يكون داك الشيء كل حاجة تجيب وحده كتبنى على الأخرى. لأن الإنسان اللي خلق كل شيء وصوب كل شيء في ذاك الوقت وصنعه، إذا سالت الدنيا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حيث الإنسان من اللي كيشوف كل شيء عنده كيوصل للطغيان. فسيدي ربي كيعلم الإنسان أنه لأن الإنسان أصلا خلق من عجل، كيبغي كل شيء بزربة، فلا بد كيبني على الفكرة اللي بناها الآخر، وملي كينتهى كيبدا الآخر من نهايته وكيكمل. وهذا معنى قوله تعالى في الآية الكريمة خلقكم أطوارا تتطورون. إذا التطور هنا هو أنك كتبدا في انتهى اللي مات وكتكمل انت من تما، لا في الصناعة لا في الأفكار لا في الابتكارات. وفطر الله المخلق العباد أنهم كيردوا على بعضياتهم، وجعل الاختلاف بين الناس سنة الحياة. لا بد يكون الاختلاف، جعل الاختلاف سنة. علاش؟ لأن الاختلاف به كتزيد الأمور. الخلاف لا، الخلاف هو شي واحد كيتعمد باش لأن الخلاف كيؤدي للطغيان. هذا كيخالف هذا، ملي كيخالفوا كيغلبوا وكيبقى الفكر ديالو يستبد بفكره، يعني هو اللي كاين، فكيوصل للطغيان. إذا بنا فرعون إنه طغى ما أريكم إلا ما أرى. داكشي كنعرف أنا اللي كنقول هو اللي فين ما قال شي واحد أنا اللي كنعرف، واحد ما كيعرف عرفوا هذا إما طاغي على الغير وطاغي على نفسه، إما طاغي طغيان لازم بنفسه، طاغي على راسه وديالنا كيكون صقاع عجبو ريو كيمشي بوحده. لكن الطغيان ملي كيكون طغى على الناس هذا ما كيدومش، يعني الحياة ما كتمشيش. إما كينقلبوا عليه يقتلوه هذاك اللي قال هكا، أو لا كيخليوه كمجنون يقول لي بصح كلامك صحيح ويخليوه غادي أحمق، كيقول ما أريكم إلا ما أرى.
الشيء اللي وقع لفرعون ملي بغى يستبد الطغيان ديالو، كانوا كيحبسوا يقول اش كدير، عرف، ولاو كينتقدوا كيقول ما غير خليوني ندير هذه، خليوني نمشي في هبالي. ولذلك الاحمق هو اللي هذا ما كيوصل لهذا الدرك اللي قلناه، هو الاحمق. الأحمق يحب جهلا فعله وأن تكون مثله، بيانه فهاها وحلمه سفاها. هذا أحمق. ملي كنرجعوا للابتكارات ديال الإنسان، ملي يكون كيستجيب للغير، شكون اللي كيبتكر اليوم؟ هو اللي كيبدا من واحد ويجي. وملي كنرجعوا حنا العرب القديم، لقاو بزاف ديال الحوايج وصلوا ليها باش بالتواضع. بعدا ملي كيكون القلب ديال الإنسان سليم، الأفكار والعلوم ما كايناش لداخل عنده، كاينه برا. الله تعالى ملي خلق الكون، هذا الغلاف الجوي خلق فيه جميع العلوم كتحرك. هذه العلوم هذه ملي كيجي الانسان كيجتهد يوصل لواحد الدرجه معينه كيستحقها، كتجي عنده. الا ما استحقاش ما تجيش. علاش واحد كتجي فكره واحد لا؟ ولذلك الانسان المخترع ولا المفكر ولا المبتكر كيقول جاتني فكره، ما كيقولش مشيت قلبت على فكره، جاتني. وديك الفكره اللي كتجي ديال الانسان اللي كيكون مصلح كتجي ديال الخير. والعكس صحيح في الانسان المفسد، كتجي افكار ديال الشر. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هذه مساله معروفه. لكن الانسان اللي كيبغي الصالح العام، سواء مسلم او غير مسلم او يهودي او نصراني او غير، اي انسان كتكون النيه ديالو صالحه باش يخدم الصالح العام، كتجي افكار زوينه وكل مره كيطلع بحاجه. ولذلك الله تعالى كيخلق الفكره، كتجي الفكره وكيخلق لها ترتيب في العقل ديال المخلوق. وهذا معنى الايه الكريمه: وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. علاش قال خلقنا؟ لان كيخلق الله الفكره ديال الصناعه في عقل الصانع، كتجيه كالهام. كينوض الصباح ولا كيكون كيفكر، وكتجي اما بناء هذه الفكره بناء على بحث معين، ما حد كيزيد هذه بهذه وكتبان لي حاجه، واما كتكون ما يعرف بالصدف، كتجي شي حاجه وقتها كتجي. وهذا ما يعرف بالالهام، وحي الالهام اللي تكلمنا عنه شحال من مره، ان كاين الوحي كينقسم لخمسه الاقسام: وحي الحقيقه، وحي المعنى، وحي الاشاره، وحي الوسوسه، وحي الالهام. واوحينا الى ام موسى ان ارضعي، هذا الهام. واوحى ربك الى النحل، الهام، يقدر الله يوحي لك، وحي الهام، هذا كيتسمى وحي الالهام. وهي اللي كيقولوا فيها الناس اليوم. كنت جالس ويا تجيني واحد الفكره، كاين اللي كيقول لك فكره جهنميه، كيسميها اسمها، هذه غلط. الا كانت زوينه ما تسميهاش جهنميه، ما تنسبهاش لجهنم. كيقول جاتني فكره جهنميه، لا، قلت جاتني واحد الفكره فيها الخير. جهنميه هي الا كانت شي فكره ديال الضرر، غضر شي حد. اذا الافكار تاتي على حساب المقصد، اش نقصد هذاك المخلوق. ومن ثم كل ما كانت النيه صالحه كتجي الافكار. ولذلك من المسلمين، شوف، اتقوا الله في العهد الاول في في القرن الرابع الهجري، وقبل القرن الرابع في الاندلس، لما دخلوا الاندلس وكانت النيه ديالهم خالصه، بنوا كبار العلماء، وصلوا الى ذروه العلوم والابتكارات في الاندلس. وحنا الى اليوم كنشوفوا داك الشيء اللي دار. ملي كنرجعوا دابا كنشوفوا مثلا ابن سينا، ونشوفوا الرازي، ونشوفوا العلماء ديال المسلمين اشنو داروا، اللي الى اليوم الغرب يشيد بهم، وباقي الكتب ديالهم الان والمخطوطات عندهم كيحققوها وكيجبدوا منها اشنو كيبنيو عليه داك الشيء اللي كانوا عليه دوك الناس. لان ما يمكنش تبني اي طب، ما يمكنش لا يبنى الطب على الخوا، على الفراغ، كتبني على شي حاجه كانت قبل منه. واحد اختار ووقف هنا، ملي كيسالي في 10 كتبدا انت من 11، كيسالي في 20 كتبدا انت في 21. هذا الطب. الصناعه نفس الشيء. المحرك ملي تصنع في اوروبا كانت بدايه قبل، صوبوا الناس شحال وفشلوا وغادين، ولكن هذاك اللي صوب المحرك وفشل كانت النيه ديالو بغا يبان. ولكن اللي صوب المحرك ديال السياره ونجح كانت النيه ديالو باش يركبوا الناس، وكانت عنده يعني افكار كلها ايجابيه ماشي سلبيه. فتصنع نجح ليه المحرك وبنى عليه وبدا غادي، وبدات الثوره الصناعيه في اوروبا. ما بداتش في الصين، ما بداتش في شيء، بدات في اوروبا، لان الناس اللي كانوا مهتمين واهتموا بالابتكار كانت اوروبا هي اللي كتبتكر بزاف. فلذلك الله تعالى كيخلق الفكر في هذاك الصانع المبتكر. كتجي الفكره، كيقول جاتني فكره، اما فكره ملموسه صناعه او فكره ديال شي حاجه ديال اللفظ، شي كلمه مزيانه. وهذا ما يعرف بالالهام حتى في علم الخطابه. ملي كيكون الانسان كيتكلم، ملي كيطلع يبغي يدوي ما يكونش عارف اش غيقول،
ولكن كتجي شي يقول كاع ما كنت عارف انا غنقول هذا الكلام. علاش؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، اتق الله ترى العجب، واتقوا الله ويعلمكم الله. اذا الانسان ملي كيبغي كينوي الصالح العام كتجي افكار ولذلك المبتكرون ملي كنتكلموا عليهم القدامى كلهم كانت الافكار ديالهم ايجابيه، كيبغيو يعاونوا المجتمع ولا المجتمع المسوي المجتمع الغربي. ملي كنرجعوا لنيكولا تيسلا مثلا، اش كانت النيه ديالو؟ ملي بنى على داك الشيء اللي دار توماس اديسون، وكان عنده خدام وبغى يدير شي حاجه وضحك عليه توماس اديسون وما خلصوش بزاف الابتكارات، ومشى عنده واحد التاجر امريكي اخر ودار وبدا حتى وصل للطاقه البديله. يعني هاد الطاقه اللي كانوا احنا اللي كنقولوا الالواح الشمسيه اليوم، هذه راه نيكولا تيسلا دارها في 1800. اذا هاد الافكار هو كان خدام، ما كانش كيريح، كان ولذلك حنا ملي كنتكلموا على الفهم، هذا هو الفهم. الله تعالى كيعطي شي انسان شي فهم ديال شي صناعه. الفهم يتوقف على الامور الاربعه، لا بد من رجاحه التفكير وفصاحه التعبير وجياشه التدبير وسلامه التيسير. فرجاحه التفكير من قله الذنوب. اي انسان مخترع مبتكر كتلقاه كيسهر في هذا الشيء اللي كيدير، كيسهر في الابتكار ديالو والنيه ديالو باش يضيء العالم، بحال توماس اديسون وبحال نيكولا تيسلا كانت النيه ديالو باش الناس يضويوها. وحنا اليوم الى اليوم ها الاضاءه كاينه، وكنذكروا هاد الناس كنذكروا لانهم هما اللي اول من حطوا اللبنه الاولى وبداوا. اذا هاد الافكار هذه هي اللي قال سيدي ربي فيها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يعني السفينه ما كتخلقش، يعني كتصنع. اذا خلق الله فكره صناعه السفن في عقل الصانع. كينوض الصباح كيبدا يفكر وكيضيف. اذا كتخلق الفكره كتجيه الفكره، غير كاين اللي كتجيه الفكره وكيمشي بعيد، وكاين اللي كيجيه الفكره وكيوقف بلاصتو كيطغى. لأن العقل أصلا كما قالوا العقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. كل الحوادث صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي أعطاك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل قلها هو ما إليه هداك. إذن على إثر الثورة الصناعية ملي جات أوروبا بدأت كتفيق كتستيقظ، والمسلمين هذاك الوقت، لأن الثورة الصناعية ملي جات المسلمين صار يهودوا، لأن بدأوا في الأندلس، فهم بنوا ثورتهم الصناعية على أنقاض المسلمين في الأندلس. وعلاش بالضبط الثورة الصناعية بدأت في أوروبا؟ لأن استفدت من الأندلس. ملي كترجع للطب والفلك والجيولوجيا والرياضيات والحساب، جميع العلوم التي وضع بصمتها المسلمون آنذاك استفدت منها أوروبا ومشات منها. وقفوا هما في 10، أوروبا بدأت من 11. والسبب ديال أن المسلمين رابوا واضح. فإذاك الغرب استيقظوا لما نمنا وبلغوا الفضاء لما قمنا. من هذاك الوقت مشى. إذن ملي كنرجعوا للأفكار وكنقولوا الأفكار، إذن الله تعالى ملي خلق هذا الكون قال وخلقنا لك، قال والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا الغلاف الجوي كل شيء فيه، يعني جميع الأشياء اللي غادي يختار على الإنسان موجودة كتسبح في الفضاء. ملي كنجيو حنا وكتبدا الإنسان غادي بالنية صالحة كتجيه فكرة ديال الخير. كيقول لك أي إنسان جاتني واحد الفكرة دابا، وكيبدا يتكلم. إلا كان غير ذلك شيطان إنسي كيقول لك جاتني فكرة جهنمية باش يبغي يهرس بها شي حد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا ثاني كتقول كتجي فكرة. هنا فين خص الإنسان يعرف على أن بنادم إلى طغى، كما يقول الشاعر: يا ربي هذا العصر أعرض حينما سخرت له دنياك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. أو ما يرى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرة في يمناك في مخباك. لو شئت يا ربي هوى صاروخه ولو أردت لما استطاع حراك. وكما قلنا والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. إذا الله اللي كيكتب الإدراك لأي عقل، أي مخلوق كيتكتب له الإدراك. هذا الشيء اللي بغينا نقوله في هذه العجالة. والسلام عليكم.